السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى اخوات في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين جديد، وقبل ما ندخل الفيديو نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندعي دعوة حلوة لإخواتنا في فلسطين. اللهم انصر إخواتنا في فلسطين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم نصرا مبينا مباركا من عندك لأهلنا في فلسطين، اللهم آمين يا رب العالمين. يلا بقى ندخل الفيديو بتاعنا. النهارده معانا روتين جديد كده. بلاش تنمر على الروتين بتاعي. انا بعمل انا مش بجيب حاجه مخصوص اعملها للقناه، يعني انا مش بشتري منتجات واكلات مخصوصه عشان اطبخ في القناه، او لا. اللي انا باكله هو اللي انا بصوره، يعني اللي انا بعمله هو اللي انا بصوره بكل تلقائيه وكل طبيعيه. يعني النهارده روتين النهارده هو روتين النهارده، يعني انا مش هكلف نفسي فوق طاقتها، يعني مش هروح اجيب اشتري حاجات واعمل وصفات. انا اعرف اعمل وصفات، واللي ما بيعرفش يعمل بيفتح التليفون على فيديو ويشوف الخطوات وبيعمل الفيديو، بينفذ الفيديو وبتطلع كويسة والحمد لله. وبنشوف قنوات تركية وكل القنوات بنشوفها ونقدر نعمل وصفاتها زي كتير من القنوات. ولكن انا الروتين بتاعي هو الروتين اليومي بتاعي، هو اللي انا بعمله، هو اللي انا بعمله في البيت، هو اللي انا بصوره. يعني انا يعني ايه، يعني مش متكلفة، او مش اقول ايه. فما علينا. يعني اللي هو انا بعمله هو اللي انا بصوره. النهارده بقى معانا ايه؟ معانا بطاطس ورز ومكرونه ولحمه. الناس هتقول اللحمه غاليه. بشوف يوتيوبرات كتير في مصر، يوتيوبرات كبار مش صغيرين، قنوات مليونيه بيطلعوا يتكلموا على الغلا. في غلا في مصر، في غلا بقى، ما احناش عايزين نستفز الناس. في غلا في مصر وفي غلا في العالم كله. بس يا جماعة اللي يعني نمشي على قدنا برضو، يعني هنعمل ايه؟ احنا في امر واقع، هنعمل ايه؟ نرضي بيه بقى وخلاص وهنمشي على قدنا. يعني اللي كان بيجيب كيلو يجيب نص، وهكذا. هنعمل ايه؟ احنا هنعمل في ايدنا ايه نعمله؟ يا رب، احنا بنقول يا رب، ربنا فوق كل قوي، بس احنا في ايدنا ايه نعمله؟ بلاش بقى تطلعونا بصورة وحشة، تطلعونا. يعني انا اقول لكم مثلا على حاجة، انا حماتي كانت بتعمل عمرة مثلا، كانت بتعمل عمرة ربنا يديلها الصحة. فبعدين قالت لي ايه، اما جت الكلام ده في 2018، لا في 2016، في 2016 بالظبط. لاني كنت والده عمر في 2016. فقالت لي انا اشتريت طبق فاكهه، يعني هناك اشتريت طبق فاكهه، وهي يعني المملكه العربيه السعوديه دوله يعني عربيه، مش وهي يعني دوله الكرم كله يعني. فايه، اشتريت طبق فيه تقريبا جوافية وعنقود عنب وتمراية ومش عارفة ايه تاني كده، تيناية، يعني في من كل فاكهة ثمرة واحدة. لا احنا المصريين عايزين يجيبوا من كل فاكهة 5 كيلو، 10 كيلو، مش عارفة ليه. المفروض هي تيجي والتلاجة تبقى ملانة وخلاص. في يوتيوبرات بقى مصر الكبار العظام اللي طالعين يهللوا الدنيا غلا والسكر، مفيش سكر في البلد وما اعرفش ايه. هقول لكم حاجه، انا كنت في مستشفى، فواحده بتتكلم، انا والله بتلقائيه بتكلم بقول ايه، هو السكر غالي وما اعرفش ايه، نفس ما هما قالوا كده بيقولوا يعني السكر غالي. قامت الست قايله لي ايه، ردت عليا. مش هقول لكم بقى هي الست هاي كلاس وما اعرفش، ست تحت الصفر، ست في معهد اورام، يعني هي مش قادره ان هي تتعالج في مستشفى بره او عياده خصوصي، لا هي في معهد اورام حكومي. فقالت لي الحمد لله احنا مش عايزين سكر، احنا عندنا السكر. احنا كده والله العظيم بتلقائيه. قمت بقول لها طب والاجيال اللي جايه يا حاجه؟ قالت لي والله كل واحد بقى يعيش على قده، هنعمل ايه؟ والحمد لله الست حمد ربنا. يا جماعه احمدوا ربنا يا جماعه، في ايه انتوا بتتكلموا في غلاء اسعار؟ امال اهلنا اللي في غزه يعملوا ايه؟ الناس اللي بيوتها بتتهد عليها، اللي ولادها احفادها بيموتوا قدام عينيها، اللي ما بياخدوش من بيوتهم اي حاجه، اللي بيمشوا بيتهجروا تحت المطر، وتحت ده وتحت ده وتحت ده، وبيطلعوا كل نفس راضيه يقولوا الحمد لله. ايه، ايه ضعف الايمان اللي عندكم يا يوتيوبرات مصر يا عظام يا كبار؟ ايه، اهنتوا مصر بتصرفاتكم دي. تصرفات دي يعني كل واحد بيدل عن بيئته. ايه ده؟ الناس تقول علينا بره ايه؟
بقى شكلنا وحش قوي وبايخ. ايه ده؟ اما واحده يعني قناتكم ما شاء الله بتدخل لكم، عندكم دخل، امال في ناس ما عندهاش دخل؟ امال في ناس عايشه اليوم بيومه، في ناس بتشتغل باليوميه، لو ما اشتغلتش في يوم تعمل ايه؟ اعمل ده بدل ما تشوفوا اهلكم، ويعني الاقربون اولى بالمعروف. يعني كل يوتيوبر كبير او عظيم كده يشوف حد في اهله ظروفه مش كويسه يساعده، ده لا، طالعين تتوجعوا. ايه التوجيع بتاعكم ده؟ ايه ده؟ لما انتوا تعملوا كده القنوات الصغيره تعمل، ما علينا بالقنوات الصغيره، الناس ما علينا من القنوات خالص، الناس اللي هي اللي لا حول ولا قوه لها تعمل ايه؟ الناس المسنه الكبيره اللي ملهاش حد يصرف عليها، إيه الارمله اللي بيبقى عندها 3 4 اولاد تعمل ايه؟ ده يعمل ايه وده يعمل ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ وبعدين الحمد لله، قولوا الحمد لله، احمدوا ربنا على النعمه اللي انتوا فيها. ما بشوفش يوتيوبر واحده كبيره تطلع بتقول الحمد لله، لا لا، قعدتوا واخدينها مذهب ماشيين عليه كأنكم متفقين عليه. سبحان الله، دي الحاجة الوحيدة اللي انتم متفقين فيها، ما اعرفش في ايه. طالعين تهينوا بلد، ايه عشان ايه؟ عشان الداعمين اللي بيجولكم من بره؟ عشان ايه؟ على فكرة الناس عارفين، يعني تعرفتم، بقيتوا معروفين. نغزى على دمنا شوية، ونحفظ ماء وجهنا شوية، ونخلي عندنا دم، ونقول الحمد لله. الحمد لله. نتعلم من أهلنا في غزة، من قوة إيمانهم، من صبرهم، من قوة تحملهم. إيه إن دل على فبيدل على ضعف إيمانكم. كرأي يوتيوبر منك لها في إيه؟ مالك؟ طالعين بكل بجاحة وبكل وقاحة. إيه الأسعار غلت؟ إيه أسعار؟ يعني الأسعار غلت عليك أنت وما غلتش على الشعب كله؟ ده الشعب بيكح تراب ياما في أنت وهي. ما تتكلموا حلو، ما تتكلموا كلام عدل. اهي فوقوا شوية، احفظوا ماء وجهكم، عيب كده. ولا الأخضر عماكم ما خلاكوش بتشوفوا قدامكم؟ خلاص طالما فيها أخضر خلاص. ايه اطلع عاش حياتي، اطلع معرفش ايه، اطلع معرفش في ايه. فوقوا شوية يا جماعة، فوقوا شوية، قولوا الحمد لله، احمدوا ربنا، احمدوا ربنا، انتوا في نعمة. اقول لكم احنا لو هنموت من الجوع في مصر احنا في نعمة. تخيلوا بلد الطيران فوقها بقاله كام سنة ومحاصرة زي غزة. وانا ما بقولش يعني انا ما بقولش كده عشان انا يعني إيه، ناس تقولك إيه لا والله انا مش راضية على اوضاع كتير في مصر، بس بقول لكم بلاش، خلينا زي زمان، نرجع زي زمان، نرجع زي زمان، زي مصطفى كامل، زي محمد فريد اللي كان من فاكرين محمد فريد اللي كان من أغنى أغنياء مصر، اللي صرف فلوسه كلها وأمواله كلها عشان يندد بالاحتلال البريطاني، عشان يقول لكم صرف بقى يسافر من دولة لدولة. ومصطفى كامل اللي أفنى شبابه ما تجوزش عشان القضية المصرية وعشان قضية الاحتلال المصري. ايه ده؟ هما دول مش مصريين ولا ايه؟ ولا انتوا في ايه؟ انتوا جايين منين؟ انتوا مالكم؟ انتوا اللي في عروقكم ده مش دم، ده اكيد ميه، قسما بالله. احنا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. صلوا على الحبيب. بس والله العظيم انا بشوف قنوات وبسمع الكلام بيستفزني يعني انا مش يعني قبل ما ادخل مجال يوتيوب وكده انا مش عارف حاجه، فعادي انا كنت بحب قناه فلانه دي وفلانه دي ايه، ومتابعه لفلانه دي وفلانه دي عندي ايه، ما شاء الله. واحده تانية تقول لي طب اسكتي تنيلي واسكتي، ده فلانه بتعمل كده وبتطلب كده. معقولة الوجه الملائكي ده تبقى كده؟ معقولة البراءة دي تبقى كده؟ قالت له اه يا اختي تبقى كده. لا بلاش يعني شوفوا أسلفنا من زمان، يعني نرجع لورا كده نشوف الناس عملت ايه، الناس كانت بتعمل ايه عشان مصر ما تستحقش يا جماعة والله مننا كده. والله العظيم القضية مش في مين ماسك مصر ولا مين بيحكم مصر. حبوا مصر اللي مستحملانا، اللي قاعدين فيها، اللي عايشين فيها، اللي لو طلعنا براها بنتذل حقيقي، اللي بعد ما نموت
هي هندفن في بطنها، هي اللي هتستحملنا. احنا اما نموت هندفن في بطنها في قبرها هي في دي مصر. ما ينفعش. حبوا مصر، حبوا الوطن للوطن. يعني زي ما قال محمد فوزي: وطني أحببتك يا وطني حبا في الله والأبدي. حب الوطن، حب الله ما الوطن. يعني كنا زمان بنتعلم كده، أنا مش عارفة انتوا اتعلمتوا فين. أي نعم، كنا زمان بناخد تاريخ وكنا عارفين إن التاريخ فيه مبالغات كتير وفي حاجات كتير مبالغة، وكنا عارفينها وفاهمينها. بس احنا بنحب بلادي حبا في بلادي، حبا في الله. ايه ده؟ لا اله الا انت سبحانك. كان لازم اقول الكلمتين دول، كان لازم اقول الكلمتين دول، لان كان هيحصل لي حاجه لو حرفيا ما قلتش الكلمتين دول. فاستحملوني، استحملوني، لان والله العظيم اللي بنشوفه يعني فوق إيه ان انا استحمله. يعني انا ما استحملش كده، ما استحملتش كده، ما استحمل. انا انسانه غيوره على بلدي، ما استحملتش كده. في ناس كتير محترمه في مصر، يعني في ناس كتير فيها الخير في مصر. بص اقول لكم حاجه: احنا في مصر لما يكون في وسطنا واحده يتيمه، اقول لكم ان كل الجهود بتتكاتف عشان تجوزها. بيروح يعني اما يكون في ايتام عامه، يعني بيروح لمامتها مرتب في جمعيات من الاهالي. في ناس، احنا في خير. والرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه: الخير في امتي ليوم الدين. في خير يا جماعه عندنا. احنا ما احناش القوم اللي هم احنا ما احناش في زمن الفراعنه، ما احناش فرعون، ما احناش فراعنه. احنا فراعنه لكن على مين بقى؟ احنا فراعنه على مين؟ على انفسنا كده بنسلط يعني ايه يا جماعه؟ فوق شويه. احنا احفاد الفراعنه لكن احنا الوقت بقى خلاص. يعني ان كان الفراعنه ما يعرفوش المستحيل، يعني في ناس لسه دلوقتي عايزين يعرفوا اسرار من اسرار الفراعنه. ايه ضيعتوا تاريخنا وضيعتوا هيبتنا وضيعتوا كرامتنا. الله يخرب بيوتكم. فوقهم. مش انا مش مستوعبه اما يبقى في قناه فيها 2 مليون وتطلع تقول لك اصل الاسعار غاليه، اصل ما فيش، ما عنديش. اطلع اقول لها انا ايه؟ بين ارمله بتربي في 4 ولاد، جوزت 2 ولسه قدامها 2. طب جوزت 2 منين؟ ربنا واقف معاها، عشان عارفه ربنا، عشان عارفه ربنا، عشان يعني اترملت على 4 أولاد وهي في عز شبابها، وهي في الثلاثينات، الثلاثينات من عمرها. يعني اما واحده تبقى كده وواحده تطلع بكل بجاحه هتقول لك اصل الاسعار غاليه جدا. انتوا مثلا طالعين عشان انتوا كنتوا بتعملوا شنط في رمضان، طالعين اليومين دول تقولوا الاسعار غاليه عشان ما تعملوش الشنط؟ يا ستي ما تعمليش، محدش جابرك انك تعملي، بس ما تطلعيش تقولي كده. لا اله الا انت سبحانك. قولوا الحمد لله. وقناه تانية تطلع تقول لك اصل احنا بناكل ارجل او رجلين الفراخ اللي كانت الكلاب بتاكلها احنا بناكلها. الله يخرب بيتك. بتاكلي ايه ياما؟ اتحداكي ان كنت بتاكليها يعني. اهو كلام بتقولي خلاص، بتفرقعي خلاص. كلام ايه يعني؟ ايه بتاكلي؟ ماشي. وهي يعني ايه يعني؟ ماشي بتاكلي ارجل فراخ، يعني بتاكلي رجلين الفراخ، يعني احنا نعمل لك ايه مثلا؟ نعمل لك ايه؟ بتقولي الحمد لله. على الاقل انت لاقيه تاكلي وتشربي، على الاقل انت عايشه في امان، لاقيه تصرفي، بتتنفسي. طول ما انت واقفه وماشيه على رجليكي قولي الحمد لله. طول ما انت ماشيه على رجليكي قولي الحمد لله. اللي انت ما نمتش على الفرشه، اللي انت ما احتجتيش لحد، قولي الحمد لله. ايه ما فيش في قاموسكم كلمه اسمها الحمد لله؟ مش موجوده. انتوا مش مؤمنين، مش موحدين. قلتوا لا اله الا الله ولا ما قلتوش؟ قولوا لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك. يا رب، يا ربي، يا رب. اللهم إني أستودعك مصر وأهلها وأنت خير المودعين. اللهم إني أستودعك كل البلاد العربية والإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشوفكم في فيديو جديد. خلاص قلبي لا يحتمل. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. سلام الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.